أهلا وسهلا بيكم في كورس ال RHCSA أو ال Red Hat Certified System Administrator. أنا مبسوط جدا إن انتوا قررتوا تبدأوا الرحلة دي، لأن الشهادة دي مش مجرد ورقة بنحطها على الحيطة، دي تعتبر جولد ستاندرد في عالم ال Linux System Administration. احنا النهاردة بنبدأ أول درس في البوت كامب الكامل بتاعنا، وهنركز فيه على الأساسيات اللي لازم تكون فاهمها كويس جدا قبل ما تكتب أي كوماند على التيرمينال. هنتكلم عن الايكو سيستم بتاع ريد هات، يعني ايه RHEL 10 او ريد هات انتربرايز لينكس 10، ايه الجديد فيه، وايه نظام امتحان الاي اكس 200 اللي احنا بنجهز نفسنا علشانه. الهدف من الكورس ده مش بس ان انت تنجح في الامتحان، الهدف انك تكون سيستم ادمن شاطر، فاهم انت بتعمل ايه وتقدر تدير سيرفرز في برودكشن انفايرمنت بحقه حقيقي. في المحاضرة دي إن شاء الله هنغطي 3 نقط رئيسية. أولاً نظرة عامة على امتحان ال RHCSA EX 200. تاني حاجة مميزات RHEL 10 والفرق ما بينه وما بين الإصدارات اللي قبليه. تالت حاجة هنتكلم على ال Open Source Licensing وإزاي ريد هات بتكسب فلوس من نظام مفتوح المصدر زي لينكس. طيب يلا بينا نبدأ بإذن الله رحلة ريد هات انتربرايز لينكس 10. خلينا نبدأ من البداية خالص. ناس كتير بتسأل هو مش لينكس ده ببلاش؟ ليه لازم أدفع فلوس لشركة ريد هات؟ علشان نجاوب على السؤال ده لازم نفهم الديفلوبمنت موديل بتاع ريد هات ماشي إزاي. في عالم ريد هات عندنا 3 محطات رئيسية لأي سوفت وير أو فيتشر جديدة. أول حاجة فيدورا لينكس، وده بنسميه الابستريم، دي النسخة اللي بينزل فيها أجدد تكنولوجيا، أحدث فيتشرز وأجدد كيرنل، بس في نفس الوقت هي بتتحدث بسرعة جدا ومش معمولة علشان تعيش سنين طويلة في سيرفرز مستقرة، لذلك هي تعتبر حقل التجارب والابتكار. تاني حاجة عندنا السنت او اس ستريم، ودي المحطة اللي في الميد ستريم في النص. هو سنت او اس زمان كان نسخه طبق الاصل من RHEL بس ببلاش، دلوقتي الوضع اتغير. سنت او اس بقى هو المكان اللي الستريم بيستقر فيه قبل ما الكود يدخل في RHEL او قبل ما يدخل في النيو RHEL. تالت حاجه طبعا RHEL اللي هو ريد هات انتربرايز لينكس، وده المنتج النهائي، ده الداون ستريم، النسخه الستيبل واللي الشركات بتعتمد عليها علشان تشغل الكريتيكال ابلكيشنز بتاعتها. طيب نرجع لموضوع الفلوس. السورس كود بتاع RHEL هو اوبن سورس تحت رخصه General Public License أو GPL، يعني الكود متاح لأي حد. أمال احنا بندفع لريد هات ليه؟ أنت بتدفع مقابل السبسكريبشن أو الاشتراك، والسبسكريبشن ده بيوفر لك حاجات مهمة جدا لأي انتربرايز. على سبيل المثال مثلا دعم فني من مهندسين خبراء لما تحصل مشكلة عندك في البرودكشن بيبقى في عندك سبورت من ريد هات. تاني حاجة السكيورتي ابديتس والباتشز، تحديثات امان سريعة ومضمونة. تالت حاجة طبعا السيرتيفيكيشن والهاردوير، ضمان ان السوفت وير بتاعك زي مثلا اوراكل دي بي او ساب هيشتغل بتوافق تام مع الاوبريتنج سيستم. كمان الاستابيليتي، ريد هات بتدعم الاصدار الواحد لمده توصل ل10 سنين، تخيل انك مش محتاج تغير الاوبريتنج سيستم بتاعك لمده 10 سنين لقدام. فبالتالي لما بتشتغل بريل انت بتشتري راحه البال والاستقرار، مش بس السوفت وير نفسه. دلوقتي خلينا نتكلم على النجم بتاعنا RHEL 10. النسخة دي نزلت في مايو 2025 وجايبة معاها مميزات قوية جدا بتخلي حياة السيستم ادمن اسهل واكثر امانا. لو انت جاي من خلفية RHEL 8 او RHEL 9 هتلاقي حاجات مألوفة وحاجات اتغيرت تماما. تعال نشوف اهم الفروقات. اول حاجة الكيرنل 6.12، RHEL 10 مبني على لينكس كيرنل فيرجن 6.12، ودي نقلة كبيرة عن الكيرنل القديم اللي كان في RHEL 7 اللي هو كان 3.10، واللي كان في RHEL 8 اللي هو كان 4.18، او RHEL 9 اللي هو 5.14. الكيرنل الجديد بيقدم دعم احسن بكتير للمودرن هاردوير، وبيحسن الميموري مانجمنت والسكادولينج بتاع السي بي يو. تاني حاجة السكيورتي واوبن اس اس ال 3.2، الامان هو الاولوية رقم 1. RHEL 10 بيجي باوبن اس اس ال 3.2 باي ديفولت، ده معناها ان الالجوريثمز القديمة والضعيفة زي SHA-1 بقت disabled by default. كمان SE Linux أو Security Enhanced Linux بقى أسرع وأخف على الجهاز، والبوليسز بتاعته بقت أحدث. تالت حاجة عندنا الكوكبيت ويب كونسول. زمان السيس ادمنز الكبار كانوا بيفتخروا انهم مش بيستخدموا الجي يو اي خالص، لكن دلوقتي ريد هات بتقدم الويب كونسول اللي اسمه كوكبيت. ده عبارة عن ويب انترفيس قوي جدا بيجي انستولد باي ديفولت، بتقدر من خلاله تدير الستورج والنتورك وحتى تعمل سيستم ابديتس وتشوف البرفورمانس ماتريكس في رسوم بيانيه واضحه. في الامتحان وفي الشغل الحقيقي الكوكبيت بقى اداه لا غنى عنها، خصوصا للناس اللي لسه بتبدا، لانه بيسهل مهام معقده مثلا زي ال LVM مانجمنت. رابع حاجه طبعا الكونتينرايزيشن، بودمان ولا دوكر.
ناخد بالنا بس ان الموضوع ده اتشال من امتحان RHCSA في ريل 10 او النسخه الاخيره من RHCSA وقت التسجيل، فالمعلومات اللي انا هقولها دي للمعرفه العامه مش هتيجي في الامتحان. طيب دي نقطة مهمة جدا وممكن تكون صدمة للبعض، ان ريل 10 ما بيجيش معاه دوكر. بدلا من دوكر ريد هات بتعتمد على مجموعة ادوات قوية جدا وهي بودمان وبيلدا وسكوبيو. بودمان لو انت ما سمعتش عنه قبل كده هو البديل المباشر لدوكر، والميزه الكبيره فيه ان هو ديمونلس، يعني مش محتاج سيرفيس شغاله بروت بريفيليجز علشان تشغل كونتينرز. طبعا ده بيخلي السكيورتي اعلى بكتير من دوكر. والجميل ان الكوماندز هي تقريبا، يعني مثلا لو كتبت docker run-it rel 10 باش ممكن بكل بساطه تكتب بدلها podman run-it rel 10 باش. هو نفس الكوماند بس بنغير دوكر ببودمان وهتشتغل بنفس الطريقه. حتى ان ريد هات بتقول لك ممكن تعمل alias docker equals podman للناس اللي اشتغلت باش سكريبتنج، وتنسى الموضوع ده خالص. يعني كل ما تكتب docker اوتوماتيكلي هيروح يشغل podman وتنسى الموضوع تماما. الحاجه اللي بعد كده الابلكيشن ستريمز. في ريل 10 كملنا مع فكره الابلكيشن ستريمز اللي بدات في ريل 8. زمان لو كنت عايز تنزل مثلا داتابيز زي PostgreSQL كنت مجبر على النسخه اللي جايه مع الاو اس. لو الاو اس نازل بفيرجن 9 وانت محتاج فيرجن 13 كنت بتضطر تنزلها من مصادر خارجيه او ما يسمى بالثيرد بارتي ريبوز. ده كان بيعمل مشاكل في الاستابيليتي. ولكن مع الابلكيشن ستريمز ريد هات بتفصل اليوزر سبيس سوفت وير عن الكيرنل سبيس، يعني تقدر تختار ما بين كذا فيرجن لنفس البرنامج، مثلا Node.js 14 او Node.js 16 وتعمل لهم انستول بسهوله من الاوفيشال ريبوزيتوريز، وكل ده مدعوم بشكل رسمي. وطبعا ما نقدرش ننسى الفلات باك باكج مانجمنت، حاجه جديده مهمه في ريل 10 وبقت جزء من امتحان RHCSA وهي فلات باك. ده نظام لاداره البرامج مخصوص للابلكيشنز اللي محتاجه انفايرمنت منعزل او فيرجن مختلفه عن اللي موجود في النظام. الفلات باك بيسمح لك تنزل ابلكيشنز وتشغلها في ساند بوكس منعزل. ده طبعا بيزود الامان ويقلل مشاكل الديبندنسيز. اتكلمنا عن الجديد في ريل 10 فيرسز الفيرجنز اللي قبل كده. خلينا دلوقتي نتكلم عن الامتحان نفسه RHCSA EX 200. اول حاجه لازم تعرفها وده اللي بيميز شهادات ريد هات عن اي شهاده تانية في السوق، ان الامتحان ده performance based. يعني ايه؟ يعني ما هواش multiple choice questions، يعني مفيش اسئله اختار الاجابه الصحيحه، مفيش اسئله اكمل الفراغ، مفيش اسئله نظري. مش هيقول لك مثلا اشرح مميزات LVM، لا، انت هتدخل الامتحان هتقعد قدام كمبيوتر وهيكون عندك فيرتشوال ماشين او اكتر شغاله بنظام ريل 10، وهتاخد ورقه او شاشه فيها قائمه طلبات او تاسكس. مثلا اعمل يوزر جديد اسمه احمد، او خلي اليوزر ده يقدر ياخد روت بريفيليجز، اعمل كونفيجريشن ل HTTP سيرفر يشتغل على بورت 80، اعمل ريسايز لللوجيكال فوليوم اللي اسمه داتا ل 500 ميجا بايت. انت لازم تنفذ الطلبات دي فعليا على السيستم، لان الجريدنج او التصحيح بيتم بشكل آلي اوتوميتد سكريبت. بعد ما الوقت يخلص السكريبت ده بيدخل على الفي ام بتاعتك وبيشوف هل اليوزر موجود، هل الويب سيرفر شغال، هل المساحه زادت، وهكذا. لو عملت الحاجه صح بتاخد الدرجه، لو عملتها غلط او السكريبت ما عرفش يتاكد منها بتخسر الدرجه. طيب تفاصيل الامتحان. المدة عادة مدته 3 ساعات، ممكن يتغير، فلازم دايما تراجع الموقع الرسمي قبل الحجز. الدرجة النهائية من 300 درجة، ودرجة النجاح هي 210 من 300، يعني 70%. أما الإصدار فحاليا الامتحان بيعتمد على ريل 10. طيب القاعدة الذهبية هنا The Reboot Rule، هي قاعدة واحدة بس، لو كسرتها هتسقط في الامتحان حتى لو حليت كل الأسئلة صح. القاعدة هي Any configuration must persist after reboot، يعني أي تغيير تعمله لازم يفضل موجود وشغال بعد ما تعمل ريستارت للسيرفر. تخيل معايا السيناريو الآتي: انت عملت كونفيجريشن مثلا للفاير وول وفتحت بورت 80 والويب سيرفر اشتغل تمام، بس نسيت تكتب الامر اللي بيخلي الفاير وول رول دي دائمه او بيرمننت. لما وقت الامتحان يخلص السيستم بيعمل ريبوت اوتوماتيك للماشين قبل التصحيح. لو السيستم قام والبورت مقفول انت خدت 0 في السؤال ده، وممكن يأثر على اسئله تانية بتكون معتمده عليه. علشان كده طول الكورس هنركز جدا ودايما اننا نستخدم اوامر زي systemctl enable --permanent في الفاير وول، وهنكتب كل حاجه في /etc/fstab علشان الستورج. طيب الامتحان بيغطي ايه؟ الاكزام اوبجكتيفز واضحه جدا في ريد هات وبينشروها على موقعهم. الامتحان
بيغطي الآتي: الاسينشال تولز، يعني مثلا استخدام الأوامر زي جراب وتار وSSH والتعامل مع الملفات، يوزر اند جروب مانجمنت، إنشاء مستخدمين ومجموعات، وباسورد بوليسيز، الستورج مانجمنت، تقسيم الهارد والLVM والفايل سيستمز، السيرفيس مانجمنت طبعا تشغيل وإيقاف الخدمات بسيستم دي، النتورك كونفيجريشن تظبيط الIP والDNS والهوست نيم، السكيورتي تظبيط الSE لينكس والفاير وول وده مهم جدا، طبعا الفلات باك باكج مانجر التعامل مع فلات باك ريبوزيتوريز والابلكيشنز. فدول كده السبعه اوبجكتيفز اللي ريد هات بتعتمد على فهمك ليهم وقدرتك على ان انت تشتغل من خلالهم في امتحان الEX 200 او RHCSA المعتمد على ريل 10. وده بيجيبنا للنقطة المهمة، احنا ليه اخترنا ريل 10 علشان ندرس الكورس ده؟ احنا اخترنا ريل 10 لسببين: الاول ان ده المستقبل، الشركات بدأت تعمل ابجريد لريل 10 والطلب عليه بيزيد. تاني حاجة طبعا ان امتحان RHCSA الحالي مبني عليه، لو اتعلمت على ريل 8 او 9 هتلاقي اختلافات في النتورك كونفيجريشن والباكج مانجمنت ممكن تخسرك درجات في الامتحان. ففي الكورس ده انا مش بس بشرح لك الامر بيعمل ايه، انا بشرح لك الهاو والواي. يعني مش هقول لك اكتب الامر ده مثلا علشان تعمل يوزر، لا هقول لك احنا محتاجين نعمل يوزر علشان السكيورتي بيست براكتسز بتقول ما تشتغلش بروت، وعلشان نعمل كده هتستخدم الامر يوزر ات وبعدين نشوف الملفات اللي اتاثرت بالامر ده زي /etc/passwd او /etc/shadow. الاسلوب ده هو اللي هيخليك تنجح في الامتحان، والاهم هيخليك تنجح في الانترفيو وفي شغلك بعد كده ان شاء الله. قبل ما نختم المحاضرة الأولانية عايز أقول لكم شوية نصايح سريعة علشان تطلعوا بأقصى استفادة من الكورس ده. أول حاجة طبعا لازم تطبق بإيدك، المشاهدة لوحدها مش كفاية، لازم يكون عندك لاب وتكتب الأوامر وتغلط وتصلح الغلط. اللينكس بيتعلموه بالماسل ميموري. تاني حاجة اقرأ المان بيجز. في الامتحان مفيش جوجل، مفيش ستاك اوفر فلو، ومفيش طبعا شات GPT. صديقك الوحيد هو الدوكيومنتيشن اللي جوه السيستم اللي هي المان بيجز، ودي هنتعلم ازاي نستخدمها بذكاء علشان نلاقي اي سنتكس نسيناه. تاني حاجة اوعى تهمل الترابل شوتنج، لما حاجة تبوظ منك في اللاب ما تعملش ري انستول على طول، حاول تفهم ايه اللي حصل وصلحه. دي المهارة اللي بتفرق ما بين الادمن المبتدئ والاكسبرت. بكده نكون وصلنا لنهاية أول محاضرة في رحلتنا لامتحان RHCSA. خلينا نراجع بسرعة احنا اتكلمنا على ايه النهاردة. أول حاجة فهمنا الريد هات ايكو سيستم، وعرفنا الفرق بين فيدورا اللي هو المبتكر وCentOS اللي هو المرحلة الانتقالية وريل اللي هو المنتج المستقر. تاني حاجة اتكلمنا عن مميزات ريل 10 الجديدة زي الكيرنل 6.12 والكوكبيت ويب كونسول والفلات باك باكج مانجمنت الجديد. تالت حاجة عرفنا طبيعة امتحان الEX 200 وانه امتحان عملي 100%، وعرفنا القاعدة الذهبية reboot is your friend or your enemy if you don't configure persistence. بكده نوصل لنهاية المحاضرة الأولانية. شكرا لحسن المتابعة واشوفكم في المحاضرة الجاية ان شاء الله. السلام عليكم.